بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم مع الجديد في صناعة الغزل والنسيج. النهاردة السبت الموافق 30 ديسمبر 2023. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير. أول حاجة، أسعار خيوط القطن في الهند ما زالت ثابتة. هناك أمل إن الطلب للموسم الصيفي يكون فيه ازدياد، لأن بقالهم حوالي 4 شهور الأسعار ثابتة. تجد إن خيط ال30 الممشط الكومباكت بقاله فترة واقف عند مستوى $3 للكيلو، وخيط ال30 المسرح واقف في رينج $2.75 $2.80 متوسط للكيلو. كان أسعار المخلوط شد شوية، المخلوط قطن مع بوليستر، وحاليا برضك بدأ يقل الطلب عليه. خيوط الفيسكوز برضك الأسعار فيها قليلة. دي كانت أسعار، بدأت بأسعار الخيوط في القطن. النهاردة الصين موقفة الشحن نتيجة الأجازة الطويلة الصينية بسبب السنة الجديدة، بياخدوا أجازة، فعشان كده موقفين الأسعار. وكانت آخر مرة أسعار خيوط ال30 على واحد الاسبان البوليستر الصيني واقفة عند $2.52 للكيلو. الخبر الثاني، هناك عودة لبعض شركات الشحن العالمية إلى طريق البحر الأحمر. حضراتكم في 5 شركات للشحن العالمي، أو أقوى 5 شركات عالمية للشحن، هي شركة CMA CGM، شركة الميرسك اللي هي الدنماركية ودي أقوى شركة MSC أو شركة البحر الأحمر بيسموها، شركة هباج، شركة إيفرجرين. دول أقوى 5 شركات للشحن، يعني تقريبا 95% من التجارة بتتحمل عليه سفن هذه الشركات. شركة CMA CGM، شركة الميرسك الدنماركية، شركة MSC، شركة هباج، شركة الإيفرجرين، أو بنسميها الإيفرجرين. دي القشاش بطيئة جدا، لأنها يعني بتشحن الحاجة في بطء. يعني عشان تشحن حاجة من الهند لمصر بتقعد فترة طويلة جدا على شركة الإيفرجرين. حضراتكم شايفين الحوثيين والمشاكل اللي حصلت الشهر اللي فات في باب المندب، وتوقيف شركة MSC المرور من طريق قناة السويس ولفت على طريق رأس الرجاء الصالح. بدأت الشركات ترجع تاني مرورا بقناة السويس. هذه الشركات خاصة CMA والميرسك. MSC والهباج لسه بيفكروا، بس ان شاء الله برضك هيعدوا. شركة إيفرجرين كده بتعدي. ده كان الخبر الثاني. الخبر الثالث، تعرض القطن الصيني لتغيير مناخي وأمطار شديدة. أكبر مدينة في الصين بتزرع قطن هي منطقة شينجيانج الصينية، وأغلبها يعني معلومة مسلمين هم اللي بيزرعوا القطن. تعرض القطن إلى أمطار شديدة جدا، سببت انخفاض المحصول ليصل إلى 6.1%، والإنتاج تقريبا 5 مليون طن، وده إنتاج ضعيف. العكس بقى، إن الشركات الصينية الصناعية زادت فيها النمو زاد قوي، والتصدير عليها زاد قوي. الشركات الصينية عموما خاصة في السلع المعمرة لأمريكا زاد النمو فيها بنسبة 6%. عام 2023 كان الحصان الأسود حقيقة في التصدير، خاصة في منتجات الغزل والنسيج، هي دولة كمبوديا. دولة كمبوديا دي بتقع في قارة آسيا، بتقع جنوب تايلاند، يعني يحدها من الشمال دولة تايلاند، وبيحدها من الشرق ومن الجنوب دولة فيتنام، وهي قريبة جدا من سنغافورة، وقريبة جدا من ماليزيا. وصلت الصادرات فيها إلى 43 مليار دولار لكمبوديا،
عدد سكان كمبوديا 14 مليون نسمة. كانت الأساس الاقتصادي فيها هي الزراعة، خاصة زراعة الأرز. زراعة الأرز بتصدر بكميات كبيرة جدا. بدأت دلوقتي كمبوديا تستثمر في مجال الملابس الجاهزة، وعملت شراكة اقتصادية كبيرة مع كوريا الجنوبية ومع سنغافورة ومع ماليزيا، وصدرت للبلاد ديت كميات كبيرة من الملابس الجاهزة، وقالت لهم تعالوا انشئوا مصانع عندنا، بحيث اللي احنا نحول من الاقتصاد الزراعي اساس عندنا احنا ناجحين فيه، الى الاقتصاد الصناعي. عندنا برضو خبر ان ارتفاع معدل التوظيف في المانيا في مقياس في المانيا اسمه IFO. بدأت الشركات في المانيا بتطلب موظفين كتير جدا، وخاصة العمال في مجال قطاع النسج أو قطاع المنسوجات. عندنا ارتفاع العجز التجاري الأمريكي، لأن الصادرات الأمريكية انخفضت بقيمة 6.2 مليار دولار. وأكتر حاجة أمريكا طلبها هي السلع